شايفي لي على المنظر هاد؟ هي بدها وحدة. الله يهنيها يا بيئة. لك شو اكل جوا يعني؟ بتعرفوا انتم ما بدهم لكم. هي بنحطها هيك مع جنب هلا. حنسخنهم تسخينة خفيفة. انتو تعالوا لهون. النينة موجودة بكل بيت شامي، شايفين شلون؟ هي من اختراعات ستي، تفتحوا غناغاه. المعروف عن الاكل السوري يا بي واللقمة الشامية انه اغلبية السوريين ببلشوا فطورهم بصحن فول الزيت الكواع يا بي. بس قبل ما نبلش نحضر الاكلة تبعنا لليوم بدها فنجان قهوة رستق امورنا، يعني 29 يوم رمضان صيام وصيام حاجة استوينا في واحد احترام. يلا يا بي نظبطنا اول شي فنجان قهوة، بعدين نشتغل باكلتنا. هلا رح نجيب فنجان، هذا فنجان عند الحجة. حنصب القهوة أول شي هيك، نحطها هيك من مجلى. هي بنحطها هيك مع جنب هلا، ونبلش بدنا نرستق الفولات. يلا أول شغلة بدنا نساويها رح نسخن الفولات تسخينة خفيفة. طبعا هن سخنين هلا جبناهم عند الزلمة، شايفين شلون؟ رح نسخنهم تسخينة خفيفة ونظبط الباقي معكم. اول شغله هلا بدنا نحط هون توم يا بي، التوم على قد المحبه، عرفت شلون؟ في عالم بترغب التوم الزايد، في عالم ما بترغب التوم الزايد بالاكله، حسب انتو ما تعال هون. اول شيء هلا نبلش ندق بالتومات. شايفين شلون؟ طبعا انا عندي هلا هون بندوره مقطعه بهالحجم قطعه صغيره، وعندي انا هون عصير ليمون وحاط له رشه صغيره من الملح، عرفت شلون؟ وعندي هون بقدونس مقطعة هيك ناعمة، قد ما قدرتوا تنعموها نعموها يا بي. والله طيبة البقدونس هي مشان بايسبس. يلا على الفولات. هلا بعد ما غلوا معنا الفولات، لك ليش هيك؟ هي بدها وحدة. الله يهنيها يا ابي. هلا رح نقيمهم نحطهم هيك نسكبون هلا شوي شوي، حبة حبة يا عمي الحاج. هاي ما عندها امي كبجاية، هات لنشوف اذا امي عندها كبجاية. هاي اجينا جبنا الكبجاية، جأنا للبيت لأمي هلا ولي الله يجيرنا. اجت بدها تساوي لنا فول، قلت لها انا بساوي لك ولو يا بالشون. معقول ابنك شيف وانت بتساوي لنا فول؟ ما حلوة يعني. بس النسوان الله وكيلكم شو ما حطيتوا ما بيعجبهم. شايفين شلون؟ هلا بعد ما شكلسناهم شايفين شلون بدنا نمهدهم هيك على الناعم الناعم. حنقيم هي مع جنب. هلا طبعا نتأكد من التومات اذا انطحنوا منيح. هاي التومات على الاول. هلا بدنا ننزلهم فوق الفولة. شايف والله انا بحب التوم الزايد. هلا بدنا نرشلهم رشة ملح يا ابي. هلا بدي اقلبهم بالقلابة بالمعلقة عفوا يعني. وليه الله يهنيها يا ابي. وهلا بدنا ننزل حمض الليمون، عفوا عصير الليمون. شايفين شلون؟ طبعا انا ما بحطهم كلهم، ليش؟ لانك حريمة. شايفين شلون؟ بدنا نحركهم هيك شوي. طبعا طريقة ولا اسهل ولا اسهل من هيك، ومو اسهل عفوا. شلون؟ هلا بدي اجيب البقدونس ونرشهم هيك. شو يا بي يا زوز؟ تعالي كل عام وانت بخير، اعطونا لايكات. هلا بننزل هيك بالبقدونس. طبعا انا بحب البقدونس، من النوع اللي بحب البقدونس. امي ما بتحب البقدونس بس انا بحب البقدونس، وابي بحب البقدونس، وكلياتنا بنحب البقدونس.
ولا ننزل البندورة بهالشكل ها. شايفين شلون؟ طبعا البندورة انا ما راح كتر، انا ما بحبها، بما انه هن دا ياكلوا على ذوقي اليوم، فانا ما راح كتر بندورة. شو يا بي يا زوز؟ رجينا نكتر بندورة ماشي ها، حتى بندورة. شايفين لي على المنظر هاد؟ هي بدها وحدة الله يهنيها يا ابي. طبعا غسل ايدينا نحن اول شي، وليلة المجلس هاي انا فيها لاني الله يجيبها. دول بندورات اليوم على السفرة بياكلوها. لك شو هالفول هاد؟ ليش هيك؟ اعطونا وحدة الله يهنيها يا ابي. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب والشير ها، خليكم معنا. هلا بدنا ننزل فيهم يا ابي دبس رمان ونحطهم هيك على الوش ها. طبعا هذا مجمد شوي، ما بعرف ليش هيك محطوط بالبراد لانه بدك انزلي. طبعا الحمض والثوم شي اساسي بهالاكله. هلا بدنا نحط زيت يا ابي. وين الزيت؟ اني حاطط لنشوف وين الزيت. اي الزيت يا ابي. طبعا هاي القنينة موجودة بكل بيت شامي، شايفين شلون؟ هاي من اختراعات ستي، تفتحوها فتحة هاي بتنزلوا رش بهالزيت وبتنغنغوه نغنغة نغنغة. شايفين شلونها؟ هي بدها وحدة الله يهنيها يا ابي. هلا رح نظبطه هيك مع جنب، نجيب هالمخللات. شايفين لي على المنظر هاد؟ هي بدها وحدة الله يهنيها يا ابي. لك شو هذا؟ والله شي بيفتح النفس. صار ردا ما راح اكل هلا، ناكل جوا يعني. بتعرفوا انتم ما بدهم مني لكم. اذا حبيتونا من اللايك لا تنسونا. نلتقي ان شاء الله بفيديو جديد. كل عام وانتم بخير. سلام.